تخيل معايا تبقى سنين طويله وانت كتقاتل على شي حاجه كتشوفها انها من حقك تخسر عليها ولادك بجوج، وبسببها غتدخل مملكه كامله في الحرب. ومن بعد هاد الروينه وهاد الدم كامل اخيرا رينيرا كتجلس في العرش، ولكن في اول نهار ليها كملكه كتكتشف ان الخزينه خاويه والشعب كيموت بالجوع، والعدو ديالها اللي جا عندها اليوم هاز الرايه البيضاء يقدر في اي وقت تقلب عليها. وفي هاد اللحظه رينيرا كتكتشف بان الجلوس فوق العرش كان غير البدايه، وحركه وحده من الجرينز غادي يخليها تفهم بانها يمكن تكون ربحات الكينغز لاندين، ولكن الحرب يلا غتبدا. مرحبا بكم في زيرون، واجيو معايا نشوفوا رينيرا كيفاش غدوز اول الايام ديالها كملكه. الحلقه اللي دازت سالت بالصوره اللي كنا كنتوقعوها، رينيرا ولات ملكه، اب ديال اليسنت مات، ايغون هرب، وايمن حتى واحد ما عارفو فين كاين، والجرينز كيبان عليهم بانهم تفرقوا. يعني نظريا رينيرا نقدروا نقولوا ليها مبروك، غير هو ويستروس ما كتخدمش بهذه الطريقه، حيت منين كتبدا رينيرا فعليا تحكم كتكتشف بان الخزينه خاويه، الذهب ديال التاج اختفى، المدينه فيها مشاكل في المؤونه، والشعب جيعاني، وحتى القصر اللي دخلت ليه كملكه فيه بزاف ديال المشاكل. رينيرا بصح خدات العاصمه، ولكن خدات معاها كاع المشاكل اللي فيها، ومن فوق هادشي كامل خصها تبدا تقنع الشعب بانها بصح ملكه وهي الوارثه الشرعيه. ولكن هاي سيبستون ما باغيش يعترف بهذا الشيء، تيشوف الجثه ديال ايغون اللي هو الملك، والمشكل الحقيقي هو ان ايغون بصح ما مات، غير حتى واحد ما عارفو فين مشى. يعني رينيرا فعلا خدات العرش، ولكن التاج بوحدو ما كافيش، وما غاديش يخلي الشعب كامل يقول لها عاش الملك الله يبارك في عمر سيدي. وفي الوقت اللي رينيرا كتغرق في المشاكل دائما عنده طريقه اخرى باش كيحل المشاكل ديالو. السيد ما عندوش مع الهضره بزاف، الا كان انا عندي تنين علاش نبقى نتشاور مع الناس؟ وفعلا دائما كيمشي يواجه اورموند، واللي هو واحد من اهم الرجال اللي باقيين واقفين مع الجرين. وكنشوفوا من جهه عندنا اورموند والجيش ديالو، ومن الجهه الاخرى عندنا دايما ومعاه التنين ديالو. يعني المفاوضات هنا تقريبا يا اما تستسلم او لا غنرجعكم كاملين نورمال. واورموند كيبان بانه بصح فهم الرساله وكيستسلم، ولكن الاستسلام بوحدو ما كافيش، دايما كيطلب منه يعطيه دايرون تارجيريان اللي هو الابن الصغير ديال اليسنت. وفعلا اورموند كيوافق وكيعطيه الوارث الصغير ديال اليسنت، وكل شيء كيبان داز بالساهل. ولكن الحقيقه اللي خصنا نفهموها هو ان العدو ملي كيستسلم بهذه الطريقه هذه وكيبان كل شيء ساهل، يعني كاينه شي حاجه تما. وغالبا في هذه اللحظه انت اللي خاصك تقلق وتدورها في راسك مزيان. وننتقلوا لكينغز لاندين، وكنشوفوا رينيرا كتبدا تستقبل الناس، النبلاء عندهم مطالب، الشعب حتى هو عنده مطالب، المجلس ديالها ما متفقينش كاع، كل واحد عنده قرار. واحد باغي شي حاجه من هنا، واحد باغي انتقام من هنا، شي باغي الاعتراف، شي باغي ياكل. ومن بين هاد الناس اللي عندهم مطالب هو كورليس، وكنشوفوا بانه كيطلب منها تقدم اعتراف امام الناس بالابناء ديالو الغير الشرعيين. وهنا رينيرا كتردد، لان الاعتراف بالابناء الغير الشرعيين غيضر بها هي الاولى، خصوصا من بعد داك الشيء كامل اللي دوزاتو وداك المشاكل اللي دوزاتها كامله مع ولادها وما بغاوش يعترفوا بهم، وكيقولوا لها بانهم ابناء غير شرعيين. ومن جهه اخرى هاك هامر حتى هو عنده مطالب، سمال كونسيل كيتناقض والشعب برا باقي كيتسنى. ورينيرا كتكتشف واحد الحقيقه اللي ما كيوريها حتى شي واحد في القصص ديال المولود، الوصول للعرش فيه التنانين وفيه الجيش، ولكن الحكم كيحتاج فلوس، كيحتاج الماكله، كيحتاج الضرائب، وخصك تكون عارف بان القرار اللي خديتيه كاينين بزاف ديال الناس ما غيعجبوكش واخا يكون كيف ما كان. وفي وسط هذا الضغط هذا كامل كنشوفوا رينيرا مشات باش تهضر مع اليسنت، حيت هي دوزات اكثر منها في السياسه وعاشت مع الاب ديالها اللي كان هو الملك، وفي نفس الوقت حتى ولدها كان هو الملك، يعني دوزات بزاف في السياسه. ورينيرا كانت بعيده على هادشي كامل، باقا كتقاتل مع الناس باش يعترفوا بالحكم ديالها. وهنا فين كتشوفوا الايه تقلبات، دابا رينيرا ولات هي اللي فوق العرش، واليسنت ولات رهينه عندها. ولكن واخا هادشي كامل رينيرا باغا تسمع من اليسنت، حيت فهمات بان المبادئ بوحدها ما كافياش باش تحكم هذه المملكه هذه كامله. شنو غديري الا ما كانش عندك الفلوس باش توكلي الشعب؟ شنو غديري الا كان العدو ديالك باقي حي؟ وشنو غديري الا كانت الرحمه ديالك تقدر تولي سلاح ضدك؟ وهنا كيجي اكبر خلاف بينها وبين دايمن، حيتاش العقل ديالهم مختلف بزاف. رينيرا ديما كتحاول تحل المشاكل بطريقه سلميه، ولكن دايما عنده حاجه وحده، عندي مشكل وعندي السلاح غنحلو، ما غنفكرش بزاف. دايما كيجيب لرينيرا الوارث الصغير وكيقول لها بانها خصها تقتلو، ولكن رينيرا ما بغات، وهذا هو اللي سبب الخلاف بيناتهم. هي ما بغاش تبدا الحكم ديالها بالقتيله ديال دري صغير، وهو كيشوف بان هاد الدري الصغير هذا راه غيقدر ياثر على المستقبل ديالها، والناس غيقدروا يطالبوا به باش يولي هو الملك. رينيرا ديما كتسول شنو هو القرار الصحيح،
وديما كيقول شنو هو القرار اللي غيخلينا نربحوا. وهاد جوج ديال الاسئله ماشي ديما كيعطيو نفس الجواب، ولكن دابا عندهم دايرون تحت السيطره ديالهم، او على الاقل هاد الشيء اللي كان كيسحاب ليهم، حيت من بعد غنكتشفوا حوايج اخرى في الحلقات الجايه. وفي نفس الوقت المشاكل في كينغز لاندين كتزاد، الناس محتاجين ياكلوا، والمدينه يلا خارجه من الحرب والروينه، ورينيرا كتلقى راسها قدام واحد الاختبار صعيب بزاف، وكاينين فعلا ناس وحدين اخرين من النبلاء عندهم الخزائن عامره، وفي نفس الوقت كاين شعب ما عنده حتى ما ياكل. وهنا كتقرر دير واحد الخطوه جريئه بزاف، بحيث انها كتعرض عليهم العشاء وكتحط لهم الفيران ياكلوهم. وهنا كيتفاجئوا النبلاء منين كيشوفوا هذوك الفيران، كيسولوها وكتقول لهم بان نتوما عندكم الخزائن عامره، وفي هذه اللحظه اللي نتوما جالسين هنايا والشعب كيموت بالجوع، القوات ديالي مشات باش تاخذ لكم المؤونه ديالكم كامله، وكل شيء كيتقلق حيت الملكه الجديده كتقول لهم بان المؤونه ديالكم ولات ديال الشعب، وبان المصلحه ديال المملكه فوق المصلحه ديالكم نتوما. وهذا النوع ديال القرارات كيقدر يربح لك الشارع، ولكن كتخسر الناس اللي دايرين بيك في القصر. وهنا رينيرا بدات كتفهم بان كل قرار كتاخذه كيخليها تربح واحد الفئه، ولكن كتخسر فئه اخرى. وسط هذه الروينه هذه كامله كيجي واحد الخبر اللي كانوا كيتسناوه، شدينا دايرون، ها هو الامير اللي يقدر يشكل خطر كبير على الحكم ديال رينيرا دابا بين يديها، ودابا القرار خصو يتخاد. دائما باغي يحيد المشكل نهائيا ويقتلو. رينيرا عندها طريقه اخرى، في بلاصه ما تقتلو غتصيفطوا للوال، والوال كيف ما شفنا في جيم اوف ثرونز ديما كيصيفطوا ليه هذوك الناس المنبودين او الناس اللي جراو عليهم ونفاوهم، وكتقول له بهذه الطريقه بانه غيتخلى على اي حق عنده في العرش. وهكا رينيرا غتكون حيدات العدو ديالها السياسي، وفي نفس الوقت ما قتلاتوش. حل ذكي وملكي. كاين غير واحد المشكل صغير، هو ان هذا السيد راه ماشي هو دايرون الحقيقي، وهنا غيلقاو راسهم غيبداو عاوتاني من جديد، حيت اورمان ضحك عليهم. وبلاص ما يعطيهم الامير الحقيقي شد واحد الدري صغير وصبغ له شعره، وهددوه بانه غيقتل عائلته الا اعترف لهم، وصيفطوا لهم بانه هو الامير. ولكن السؤال هنا ماشي غير فين هو الامير الحقيقي، ولكن شنو كان كيدير في هذا الوقت كامل اللي كانت رينيرا كيسحب ليها بانها شدات الامير الحقيقي. وهنا كتجي الضربه الاخيره، والخبر كيوصل لكينغز لاندين، والاستسلام ديال اورموند كان غير كذبه. الفريق ديال الجرينز بدا كيتحرك، تامبليتون سقطات، واورموند ما استسلمش فعلا. والاخطر من هذا الشيء كامل، دايرون الحقيقي راه موجود وكاين مع اورموند ومعاه حتى التنين ديالو. وفي لحظه واحده رينيرا كتفهم شنو وقع. في الوقت اللي كانت هي جالسه في الكينغز لاندين كتعامل مع الخزينه والمشاكل ديال الشعب، الجرينز كانوا كيوجدوا الضربه ديالهم. والرباح اللي كنا كنشوفوا في الحلقه اللي دازت دابا ما بقاش ساوي بزاف، حيت رينيرا بصح خدات العاصمه، ولكن الحرب ماشي في العاصمه بوحدها، والعدو اللي كان كيسحب ليها تفرق باقي داير الروينه، وحتى الدري اللي كان كيسحب ليها راه شداتو صدق ماشي هو. واورموند اللي كان كيقول لهم صافي استسلمنا راه كان كيحاول يربح غير الوقت. وبهذه الطريقه كتسالي الحلقه الثالثه. حلقه ما كانش فيها اكبر عدد ديال المعارك، ولكن يمكن تكون هذه هي اهم حلقه في هذا الموسم كامل، حيت هذه اول مره كنشوفوا رينيرا ماشي كاميره كطالب بالعرش ديالها، وماشي كقائد في الحرب، ولكن كملكه خاصه فعلا تحكم. واكتشفت بان العرش اللي خسرت عليه ولادها بجوج جاها بلا فلوس بلا استسلام وبشعب كيموت بالجوع، والاعداء ديالها باقين كيتحركوا في كل جهه. ولكن السؤال الحقيقي في هذه الحلقه، واش رينيرا بصح غتبقى تحكم بالعداله وبالرحمه، او لا الخيانه ديال اورموند وظهور دايرون الحقيقي غيخليها تبدا تحول للملكه اللي الناس كاملين كيخافوا منها؟ اكتبوا لي في التعليقات الا كنتي في بلاصه رينيرا شنو كنتي غدير، وما تنساوش ديروا معكم واحد سبسكرايب وتابعوني في انستغرام وتيك توك، وحتى الناس ديال الفيسبوك راه ما غنساكمش. حتى هاد الحلقه غتحط في لاباج. كان معكم زيرون، ونتلاقاو في الحلقه الجايه.